طيب تايجر نزل شيبسي جديد بثلاث اطعمه اغرب من بعض. ده بطعم التانجي كاتشب هاليبينو اللي هو المفروض يعني كاتشب حراق، بس ايه التانج دي انا مش عارف. وده بطعم التوميتو بيكلز اند كريمي تشيز يعني بالطماطم والجبنه. انما ده بقى بطعم زفاره السمك او النرويجيان سموكد سالمون. اي كيسه من دول سعرها 20 جنيه، فيلا بينا بقى نجربه. طماطم في افتر تيست حراق سيكا. هو طعمه مركز قوي قوي قوي، وطعم الطماطم هنا قالب على الكاتشب شويه. نخش بقى على الطعم اللي بعده اللي هو بطعم السموكد سالمون النرويجيه، رنجه نرويجي من الاخر كده. طب والله ريحه رنجه. عارفين يوم العيد الصغير الصبح لما يطلعوا الرنجه يعملوها سلطه وتاكل جنبها شيبسي، فتقوم بقى الشيبسيه من اللي انت بتاكلها دي تقع في السلطه بتاعت الرنجه وتشرب من الميه بتاعتها وبعد كده تاكلها، دي نفس الطعم بالظبط. فنخش بقى على طعم الطماطم المخلله والجبنه الكريمي، ريحته رجول. حلو قوي ده بقى ومميز بس حراق عشان طماطم مخلله يعني دي، فانت حطيت له على شطه. طعمه حامض جدا، في طعم جبنه بس جاي من بعيد. ده طعم جديد يعني، ده يستحق انكم تجربوه لانه مختلف قوي. واخر بقى حاجتين لقيتهم في السوبر ماركت قلت لازم اجربه، واولهم هو سبادز. انا كنت جربت اللي هو بطعم البطيخ اللي كان عامله كان طعمه وحش قوي ده، فانا لقيت عامل بطعم المانجا الحراقه. ميكس مشاعر متضاربه جوه بقي، طعمه مشطشط بشكل حلو مع افتر تيست تانج اللي هو بطعم المانجا. نخش بقى مع جلد الذات الحقيقي مع اخر حاجه مع البتاع المولع ده. يا الله لونه مرعب. لقوا طعم الجبنه اللي فيه، بس صدقوا الحريه بتاعته بقت اقل من الاول.